السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كنت بس عايز اطلب حاجة او اي حاجة خالص، تعملوا سبسكرايب عشان كنت عايز اوصل 500 سبسكرايب. تاني حاجة كنت عايز اتكلم عن مسلسل ادوليسنس. المسلسل دوت الكريتور بتاعه هو ستيفن جراهام ده، والممثل الرئيسي في المسلسل، مش الرئيسي، هو اللي طلع بدور الاب في المسلسل، وده الممثل الوحيد اللي انا اعرفه في المسلسل كله بقى، بس عشان هو ممثل مشهور واشتغل في هوليوود. هو مسلسل بريطاني بيتكلم عن طفل عمل جريمة قتل، وبداية المسلسل كانت بدأت ان في بوليس كتير وناس وبيكسروا الباب وبتاع، وفي الاخر لقيتهم طالعين ماسكين عيل عنده 13 سنه عشان خاطر جريمه قتل عملها، وبنكتشف اللي هو عمل جريمه القتل فعلا، بس مش هي دي القصه خالص ان هو عمل جريمه القتل. هو احنا من اول نص ساعه في المسلسل احنا عرفنا اللي هو عمل جريمه القتل، خلاص الموضوع كان منتهي. بس ماذا بعد؟ هو المسلسل بيقول لك ليه جريمه القتل دي حصلت وايه اللي وصله اللي هو يعمل حاجه زي دي. وجهه نظري ان انا عندي السبب اللي وصله لحاجه زي دي، مش بس التنمر، مش بس السوشيال ميديا. انا في لحظات في المسلسل حسيت ان انا تعاطفت مع الولد، حسيت ان هو مش البنت اللي وصلته للمرحله ديت. عارف انت احساس اللي هو ايه، انا هضغط عليك لحد ما تنفجر، بعد كده اقول شوف انت اللي غلطان، انت اللي انسان وحش. ده ميم اصلا كل الناس بتستعمله، يعني دي حاجه المفروض اللي هو بديهيه ان انت ما توصلش البني ادم لمرحله الانفجار. بس الاطفال وهم مع بعض، هم على السوشيال ميديا، وهم بيحطوا الترتيب بتاعهم الخاص اللي جاي من دماغهم، ده انت حلو، لا ده انت وحش. وانا كل دوت داخل في دماغ الولد وخلاه اللي يعرف قد ايه هو انسان مش كويس وقد ايه هو وحش. وده كله بيظهر في الحلقه بتاعت لما كان بيكلم الثيرابيست او الدكتوره النفسيه. You do not sit. Look, I don't fucking want to sit down. You do not tell me when to sit down. You do not control what I fucking look at me now. You do not control what I do in my life. بيظهر لك قد ايه هو انسان غير سوي. هو ده طفل، مش طفل طبيعي، عشان كل الطفل انت شايفه مع اهله مش هو ده الطفل الحقيقي. عشان انت في بيتك، انت في سيف زون، الحته الامنه بتاعتك اللي انت هتعرف تتكلم فيها، هتعرف تضحك، هتعرف تعيش، عشان خاطر هم مش هيجادج يو من الاخر، هم مش هيلوموك على اي حاجه، بالعكس هم هيحطوك في الحته الكويسه دايما. اما انت هتظهر بحقيقتك او مش حقيقتك، انت هتظهر بالجانب السيء بتاعك لما تطلع في بره، والناس تبدا تتنمر عليك او تبدا تحطك في مربع معين او في زون معين، ومش هتعرف تعمل اي حاجه غير كده. خلاص انت بقيت في مجتمع انت في وجهه نظرك انت شايف اللي هو جاي عليك بس، فخلاص تطلع اسوأ ما فيك، اسوأ شيء عندك هيبدا يظهر. فالغلط على مين؟ على اللي طلع اسوأ ما فيك ولا عليك كانسان؟ التنمر اللي كان بيحصل عليه دوت، هل ده غلط مين؟ هل غلط الاب والام اللي سابوهم على السوشيال ميديا، سواء ينزل صور او يجي له كومنتات بطريقه متلاعبه، تحس اللي هو ده انا بحبك، بس الكومنتات ما كانتش بتقول دوت. الكومنتات كانت بتقول ان انت مالكش فرصه، انت انسان سيء، او انت انسان وحش ومحدش هيحبك. مين الصح هنا ومين الغلط؟ الاهل اللي سابوه، ولا هو عشان عرض نفسه لدوت، ولا العيال اللي عملوا فيه كده واللي اتنمروا عليه؟ الحاجه الوحيده اللي متاكد منها ان مش الصح ان هو ينفذ جريمه قتل. بالنسبه لي دوت واحد عايز يتعالج، هو مش عارف ده، واهله مش شايفين الجانب دوت منه، فما ودوش. دي وجهه نظري بكل بساطه. فالاهل هنا انا شايف بقى تفسير لكل دوت ان الاهل اول ناس المفروض يشوفوا والعيال من اول سن 10 سنين يشوفوا المسلسل، الاطفال يشوفوا المسلسل، والاهالي يشوفوا المسلسل، عشان خاطر يبداوا يشوفوا العيال دي يفتحوا قلبهم معاهم ويتكلموا من غير خوف. احنا عايشين في عالم راضي، عايشين في عالم غريب، لازم كلنا ناخد بالنا من اللي بيحصل حوالينا. اهلنا واحنا نفسنا مش سويين نفسيا بنسبه 100%، وعيالنا كمان محتاجين نبص لهم بيحصل معاهم ايه بره، عشان خاطر يجوا عندنا هنا في الحته الامنه بتاعتهم مش هيطلعوا اللي بيعملوه. يعني لو ابني ماشي في الشارع وعمال بيقتل في كلاب وقطط، لما يجي هنا مش هيعمل كده، انا مش هعرف ده، هعرف من بره، واكيد هكون معاه واكيد هكون واقف جنبه. بس ليه هو بيتصرف بالتصرف السيء دوت؟ لازم نكون واخدين بالنا من حاجه زي دي، ولازم نسال، ولازم نديهم الامان اللي هم يتكلموا، وما نحطش عليهم او جادج عليهم. ده انت لو اتكلمت قلت اللي انت بتعمل حاجه غلط او بتعمل حاجه وحشه هعاقبك، ما هو كده عمره ما يتكلم. دي في وجهه نظري اللي هم لازم يتكلموا، ولازم نشوف لهم حل ونخليهم يحبوا نفسهم اكتر من كده. ما هو ابنك لو واحد يتم التنمر عليه لاي سبب ايا كان ايه، لازم يحب الحاجه اللي فيه، عشان حتى لو اتنمر عليه خلاص انا حبيت نفسي بالطريقه دي. انا اتنمر عليا وانا صغير لاسباب كتير، والحمد لله ان هي ممكن تكون مأثره فيا دلوقتي حالا وانا واقف بتكلم. ليه لا؟ مليون في المية ده مأثر فيا، بس انا مش عايزه يأثر في عيالي او في عيال اخواتي او في الناس اللي انا مهتم بيهم والناس اللي انا بحبها. فلازم ناخد بالنا من الحته ديت. هو انا شايف ان هو دوت المورال بتاع المسلسل، بعيد بقى عن طبعا ان التمثيل جامد والاخراج حلو والمشاهد والتصوير كل ده جميل، بس هنا بقى بنتكلم عن مسلسل
المسلسل ده وصل لك ايه؟ الناس اللي كرييتوا المسلسل دوت كانوا عايزين يكريتوا ليه؟ عشان يقولوا لك خد بالك من عيالك وشوف بيحصل معاهم ايه في المدارس وبيحصل معاهم ايه في الدروس، وهم ماشيين في الشارع العيال اللي بتشوفهم في الشوارع بيعملوا معاهم ايه. والعيال المتنمرين دول كمان هم كمان لازم اهاليهم ياخدوا بالهم منهم ويبصوا لهم. ماشي البنت دي كلهم زعلانين ان هي ماتت ده اكيد، بس هي كانت انسانه متنمره، كانت انسانه مش كويس تستاهل ده مليون في المية. لا مفيش اي حد في الدنيا يستاهل يكون اللي هو يتقتل عشان خاطر كده، بس لازم اهل البيت يكونوا عارفين ده انا ابني متنمر، لازم اكلمه ولازم اقعد معاه وافهمه ان الحاجات دي مش صح واللي انت بتعمله ده مش صح وبيأثر ازاي على الناس. ولازم هو انا شايفه مسلسل تعليمي اكتر منه مسلسل تتفرج عليه وتتبسط. بس هي دي وجهة نظري وانا شايف المسلسل ازاي، ومسلسل حلو جدا وانا حابه بصراحة، واتمنى كله اللي ما شافوش يشوفه عشان هو مش بلوت، مش بحرقه، هو مفيش حاجة تتحرق. هو ولد قتل بنت واحنا بنشوف قتلها ليه، بس الموضوع بكل بساطة حتى لو اتحرق عليك عادي. فشوفوه حلو اتعلموا منه عشان هو فيه دروس كتير مستفادة. بس كده اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك وسلام.